ياسر 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 حبيبي قوم، الساعة بقت 8:30. يلا. ايه بس يا نهلة؟ يلا يا بابا يلا. طيب الساعة بقت 8:30. حاضر خلاص صحيح. طيب اوعى تنام. يلا يا ياسر قوم. يلا يا بابا قوم، ما تنامش بقى تاني، هروح اصحي العيال. خلاص ماشي انا صحيت اهو. ميرنا، كريم، ميرنا. نعم. يلا يا ماما، يلا حبيبتي. كريم يلا يا قلبي قوم يلا، اتأخرنا الساعة بقت 8:30. يلا يلا فوق يا فوق يا جميل. يلا حبيبي يلا عشان اتأخرنا على المدرسة. يلا اصحي، هروح احضر الفطار. ياه كمان. يا ياسر يا ميرنا يا كريم يلا اصحوا بقى. يا ميرنا يا كريم، يلا يا اولاد يلا يا اولاد عشان مدرسه. يا ميرنا انت شاطره يا ميرنا. كريم يلا حبيبي يلا حبيبي. بقول لك يا نهله حبيبتي، نسيت بالحق اقول لك النهارده يمكن اتاخر شويه عشان في عملاء عندنا في الشركه وهيبقى في اجتماع وكده وشغل يعني مهم قوي. يعني هتيجي الساعة كام؟ يعني هتيجي الساعة كام؟ ما هو ما فيش وقت محدد يا حبيبتي، ده انا يعني شغل بقى وكده. يعني مش هتتغدى معانا النهارده؟ لا هجيب اي حاجه تكوي كده وقتها. ايه انا مش عارفه بجد، صاحب الشركه بتاعكوا ده مش ملتزم مع الموظفين باي مواعيد خالص. ينفع كده؟ ملتزم مواعيد ايه؟ دي شركه خاصه، احنا تحت امر الشغل في اي وقت بنطلب فيه. يا نهله خليكي كده. بجد مش عارفه ايه الشركات دي. نفسي تاخدي الامور كده ببساطه. يلا باي. طيب مش نسحب. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي. انا وشيفا. مصروف يا بابا. يا حبيبي اتفضل. خدي يا حاجه ابدا شقاوه. مصروف يا بابا. وانت كمان خدي يا روحي. صباح الخير يا هند. صباح الفل يا جميل. صباح الخير يا استاذ حسن. صباح الخير. ايه الترتيب ده بقى؟ انت عارف الطريق. صباح الخير يا امل. صباح الفل يا جميل. يلا يلا خشوا جوه.
بنوتي الجميلة الحلوة. ايه سرحانة في ايه؟ ما فيش حاجة يا ماما، ما فيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ ده انا فاهمك من غير ما تتكلمي. طيب هروح انا على صلاة المغرب. بصي يا هند، انا عايزة اقول لك كلمة تحطيها حلقة في ودنك كويس قوي. الرجالة دي كلها زي بعض. يعني ايه؟ مش فاهمة. مش فاهمة، افهمك. يعني مصلحتك ثم مصلحتك ثم مصلحتك. يعني دوري على مصلحتك فين واعمليها. سيبك من الحب والكلام الفاضي، كلهم زي بعض. طب ازاي؟ ازاي يعني؟ يعني مفيش فرق بين راجل بتحبيه وراجل مش بتحبيه. ازاي طب يا ماما؟ ازاي؟ يعني الست الشاطرة هي اللي تخلي الراجل هو اللي يحبها ويجري وراها ويتمنى رضاها ويتمنى تراب رجليها. ساعتها هينفذ لها كل طلباتها. وحط في اعتبارك حاجة، شغلك هو أهم حاجة. شغلك أهم من بيتك وعيالك. شغلك هو مصلحتك. شغلك مش هتعرفي تعوضيه أبدا. الراجل ممكن تعوضيه، إنما الشغل لا. فهماني يا هند؟ هو انا ليه عايشه وحيده كده؟ هو انا امتى هلاقي الراجل اللي يحبني ويحتويني؟ انا تعبت اوي اوي، انا تعبت بجد اوي. ايوه انا مش لاقيه يرميني ولا حتى قلب يرحمني. طب لامتى اعيش كده لوحدي يا ربي؟ طب لامتى اعيش؟ انا بتعذب بجد. ايوه انا بتعذب. جوايا نار قوي، مشاعر وحب واحاسيس وحنان. مش عارفه بس يا رب اديهم لمين. مش عارفه بس مين يستحقهم. مش عارفه ولا خايفه يهاني. ايوه انت خايفه تحبي. طب ليه؟ اصل محدش يستاهل. طب اصل محدش يستاهل. طب هفضل كده لامتى؟ طيب هفضل كده لامتى؟ اقول لك ايه بس، ده حتى متاخر على مصاريف العيال. عليا 3 اقساط يا ماما ما تدفعوش. اعمل ايه بس؟ والله زي ما بقول لك كده. وكمان بقى علينا ديون للبقال وبقى عليا اقساط للتلفزيون. مش عارفه اعمل ايه. انا خلاص انا تعبت. اقول لك ايه بس، ده حتى يوم الخميس انت فاهمه بقى يا ماما، الولاد قاعدين. احكي لك ايه ولا اقول لك ايه؟ خالص مفيش اي حاجه خالص. والله يا ماما زي ما بقول لك كده. انا تعبت قوي يا ماما. انا مش عارفه اعمل ايه. بقول لك ايه، انت فاكره شوقي؟ تصدقي بقى الواد شوقي ده طلع كان بيحبني قوي يا ماما. والله انا بس اللي ما كنتش عارفه قيمته. ده كان بيتمنى التراب اللي بيمشي واللي بمشي عليه. يا خساره ضيعته من ايدي. بس هقول ايه، كل حاجه اسمه ونصيب. بقول لك ايه، انت لازم تشوفي لك صرفه معاه. الكلام ده مش هينفع. يا ريتني اتجوزت شوقي يا ماما دلوقتي. بس عرفت الواد ده كان بيحبني قد ايه. ده كان بيتمنى التراب اللي بمشي عليه.
ماما عايز سندوتش ده. خش جوه يا حبيبي في التلاجة، اعمل سندوتش جوه. يلا يا كريم، يلا يا حبيبي. والله يا ماما زي ما بقول لك كده، ده كان بيتمنى التراب اللي انا بمشي عليه. هقول لك ايه؟ هقول ايه؟ نصيب نصيب. انا اللي بختي مايل، انا اللي حظي كده. اعمل ايه؟ يلا الحمد لله. بقول لك ايه، انت لازم تكلميه، لازم تشوفي لك صرفه معاه. انا تعبت يا ماما، تعبت. لازم تفهميه بقى ان هو ما ينفعش ان هو يزعق لي ويعمل كده مع الولاد. لازم يهتم بينا، وكمان لازم وهقول لك ولازم تفهميه كمان ان الكلام ده مش هينفع ابدا. ماشي يا ماما؟ مش هوصيكي بقى، وكلمتين من عندك كده وتسخني تعدل. حاضر يا طنط. لا انا ما قلتش كده، لا ما قلتلهاش كده، لا كدابه. لا مش ده اللي حصل خالص. انا عاوز اوضح لحضرتك. طيب ممكن تسمعيني؟ طيب اسمعيني يا طنط. معلش، لا معلش، انا ما اقبلش كده. لا دي مراتي ومش عاوز حد يتدخل. طب حضرتك فهميها. طيب خلاص براحتك يا عمي، ماشي براحتكم. ما ينفعش الزعيق على فكره وانتوا بتكلموني كده بالمنظر ده. الاسلوب ده غلط. لو سمحت انا ما اقبلش كده. لو سمحتوا ما ينفعش كده الكلام بالاسلوب ده. طب بقى خلاص، نهله طالق يا عمي، خلاص كده كمان. ما تزعليش يا نهى. بقول لك ايه، محدش يستاهل. الرجاله كلهم اصلا زي بعض، اساليني انا. وبعدين لما الراجل يأثر في حق مراته ويبخل على بيته وعياله كده في إن وكده هو أناني، مش شايف إلا نفسه، ولا فارق معاه عياله ولا فارق معاه انتي كمان. اجمدي كده، لسه اللي جاي كتير. بقولك ايه، خدي بالك علشان مش بعيد يكون في كمان واحدة تانية. بصي يا حبيبتي، انا بعيده عن كل المهاترات اللي انتوا فيها دي. يا حبيبتي انا مش محتاجه اتجوز الزوج اللي امدله ايدي واقول له اديني، لو حره، ومش محتاجه اتجوز اللي يذلني ويزعلني. انا مش عارفه انت ازاي ساكته على كده يا نهله. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انا عايش مع مراتي على الحلو والمر، بنحب بعض. عشان انت راجل محترم وابن اصول، بتراعي بيتك ومشاعر مراتك وحنين عليها. لا لا يا استاذ حسن، ده انت حاجه تاني خالص عن صنف الرجاله اللي بتتكلم عليهم دول. بصراحة انا بحب مراتي جدا جدا جدا، وهم عيالي بقى. ربنا يخليكم لبعض يا استاذ حسن. استاذنكم بقى في الملف ودي عشان باي باي. ملناش حظ يا عيني علينا وعلى بختنا. ما تخفي شويه على الراجل، هتخربي بيته. هو حسن ده يتسب؟ لا والنبي، لا والله. هو انت مش كنتي بتقولي ان انا مش هتجوز؟ حسن ده حاجه تانية. ومراته يعمل فيها ايه؟ انا موافقه،
ابقى زوجة تانية لحسن. يا لهوي يا لهوي، شوفي البيت، ما تريحي نفسك شويه يا روح ماما واهدي على الراجل شويه، مش كده. وانت مالك حش نفسك ليه؟ بقول لك يا بنت كلمي معاه كويس. بنت؟ ها حاضر يا طنط. ولا يا أبلة ولا قبلتي بيئة قوي. يا اهلا وسهلا بيك يا ابني، ده انت شرفتنا وانسنا طبعا. اهلا وسهلا يا ابني، بس ما جبتش معاك باباك ولا مامتك ليه؟ ما هو انا يا طنط جاي للتعارف بس النهارده، ان شاء الله هيبقوا موجودين معايا الزياره الجايه. بس الاصول بتقول. ما خلاص بقى يا حكمت، بص يا ابني دي بنتي الوحيده وعايز اطمن عليها مع راجل يخاف عليها ويحبها ويصونها ويكرمها كمان. اكيد يا عمي، انت هشيلها في عينيا. ايوه الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، بما انفقوا. وانت بقى امكانياتك ايه يا محمد؟ امكانياتك ايه يا محمد؟ كل خير يا طنط. حضرتك انا محاسب في شركه وعندي مرتب ثابت ومن اسره متوسطه، بس احنا ناس اخلاق متدينين وابويا الحاج ليه اسمه وسمعته ونعرف الاصول. طبعا زي ما حضرتك عارفه اليومين دول محدش معايا يجيب شقه تمكين، فانا ناوي ان شاء الله هقدم على شقه مشروع الاسكان، ولغايه ما تجيلي فانا هقعد في الشقه ايجار باذن الله. ده بيقول لك شقه ايجار ليه؟ هي بنتي فيها ايه؟ هي مش زي بقيه البنات عشان تاخد شقه ايجار؟ لا، بنتي لازم تسكن في شقه تمليك. يا حكمة تصبري شوية، الولد بان عليه مؤدب واخلاق وفوق ده وده متدين. متدين؟ وانا اعمل ايه يا اخويا باخلاقه؟ اصرفها من انهي بنك دي بالظبط؟ ايه هياكلها اخلاق؟ مش هينفع يا بابا. لا يحيى انا نازله اعمل شوبينج مع نهله صاحبتي. شوبينج؟ شوبينج ايه؟ مفيش خروج، انت فاهمه؟ يا يحيى احنا اتفقنا ننزل نعمل شوبينج ونتفرج على المحلات، اشتري حاجات لبس للبيت، اشتري حاجات ناقصاني كده يعني. انا قلت ومش هكرر كلامي تاني، مفيش خروج خلاص، انت سامعه؟ بعدين قولي انت جبت الفلوس دي منين؟ دي فلوس كنت محوشاها يعني، اصل انا نفسي اشتري حاجه جديده حلوه كده تشوفني بيها في البيت. انا عايزك تسمعي كلامي وبس، فاهمه؟ يحيى بلاش المعامله دي، كلمني كويس لو سمحت، انا ما اقبلش كده. كلامي بدون مناقشه، هو كل كلمه هترد عليا؟ خلاص يا يحيى بلاش تمد ايدك خلاص. سريع. هاتي بص بابا. ايه ده؟ نهلة 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 افتحي الباب يا نهلة، يا نهلة نهلة يا نهلة افتحي الباب يا نهلة، حرام عليكي، أنا عارف إنك سامعاني. امشي يا ياسر. يا نهلة حرام عليك يا نهلة، أنا عاوز أشوف الولاد وحشوني قوي. انا مش عايزاك، مش طايقاك، امشي يا نهلة امشي يا ياسر، امشي انا خلاص مش طايقاك، امشي بقى. انت ايه؟
ما بتفهمش. يا نهلة يا نهلة، انا بحبك والله، وبحب ولادي. حرام عليك يا نهلة، افتحي لي، الولاد وحشوني قوي والله، وانت كمان وحشتيني. افتحي يا نهلة، افتحي يا نهلة، ربنا يهديكي. ولا يهمه، بكره يجي يترجاكي ويعرف قيمتك ويندم على اللي عمله. ايه يا نهول يا جميل، اللي ما يستحقناش ما يلزمناش، واللي يسيبنا نسيبه. انا ما كنتش متوقعه ان هو يعمل كده ابدا. طبعا احنا مش هنسيبك ابدا يا حبيبتي، وهنفضل دايما معاكي وحواليكي. انا جاي طالب ايد هند من حضرتك. انا سامي، دكتور سامي، دكتور بطنه، وجاي لي عقد عمل في الكويت، مرتب ممتاز وسكن معقول وعربيه. مش ناقصني غير هند العروسه تكون معايا، وكل اهلك والحمد لله. ربنا يوفقك يا ابني، مفيش مانع ابدا الواحد يسعى في الارض لطلب الرزق. طب وليه يا حبيبي تشحطط نفسك وتبهدل نفسك وهندي معاك؟ ما تخليك هنا واعمل العياده هنا. ما انا يا طنط ما عنديش امكانيات دلوقتي خالص، وبعدين زي ما حضرتك عارفه العياده تكلفتها عاليه جدا، فعشان كده قررت اسافر واتجوز هند هناك. انا مش لاقي مستقبل هنا. طب ما تسافر انت وخليني انا هنا. طب هو ده يبقى اسمه جواز؟ لا 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 لا، بنتي ما تبعدش عني خالص. سافر يا حبيبي انت وكافح لوحدك، وما تشحططش بنات الناس معاك. ايه كل ده؟ اتأخرنا. ايه اللبس المسخرة اللي انت لابساه ده؟ انت هتنزلي كده؟ فيها ايه؟ ما انت خارج معايا وراكبين عربيتنا، بعدين ايه الاسلوب ده؟ اخرج معاكي وانت لابسه اللبس ده؟ انت بتستعبطي ولا ايه؟ طب ازاي؟ وفيها ايه يعني؟ ما انا خارجه مع جوزي. جوزك؟ جوز ايه؟ انت كده خليتي فيها جوز؟ ده كوز يا هانم، كوز ذرة مش جوز. انت بتستعبطي، انت ما بتفهميش، انت بهيمة، انت حمارة، الناس هتقول عليها ايه؟ كفايه يا هند دي بنتي الوحيده وماليش غيرها في الدنيا، واذا كنت فاكر ان جوازك من بنتي هيرضي غرورك، لا لا لا، تبقى غلطان. وعلى فكره انا سالت عليك وعلى عيلتك من ساعه ما هند ما كلمتني. تحب اتكلم ولا؟ في ايه يا ناصر؟ في ايه يا ناصر؟ خلاص يا ناصر. في ايه يا ناصر؟ في ايه يا ناصر؟ واد خمرجي بتاع نسوان، وابوه مش قادر عليه وعايزه تجوزي بنتك؟ يا لهوي. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذه هند؟ تمام. انا عايز اعمل وديعه ب 4 مليون جنيه. طيب املى الطلب للاستاذه امل وانت. عايز اجيب قلم؟ ماشي اتفضل. صباح الخير يا استاذه امل. اتفضل. جميل، بس حضرتك عارف ان القوانين اتغيرت واحنا لازم نعرف، البنك يعني لازم يعرف مصدر الفلوس دي. حضرتك مش جايب لي اي مصدر دخل ليك، او ان ال4 مليون جنيه دول ممكن يكونوا جم منين. فانا محتاجه حضرتك ان انت تجيب لي جواب من الجهه اللي هتحول منها الفلوس. استاذه امل، حضرتك عارفه ان انا عميل قديم معاكم. ايوه. والبركه في حضرتك تقدري يعني تمشي لنا الموضوع. بس حسن، كنت عايزاك في حاجه كده. العميل ده عايز يحط وديعه ب4 مليون،
وانت عارفه ان التارجت بتاعنا محتاج الوديعه دي، بس هو في حاجه صغيره قوي يعني. خير. هو بس مش جايب مصدر ال 4 مليون، فممكن اعديها له كده. ريحي دماغك، وانت هتعيشي كم مره؟ طالما ما كنتش مرتاحه معاه يبقى في 60 داهيه، بلاش منه خالص. انت لسه زي القمر والف مين يتمناكي. انت ازاي ساكته على كل ده يا نهله؟ الو استاذه هند، طب ممكن تقبلي عزومتي بعد ما تخلصي الشغل؟ هتقبلي، احنا الاتنين في مركب واحده. انا هستناكي في المطعم الساعه 4، بس ما تتاخريش عليا. هبعتلك اللوكيشن حالا. سلام. انت عارفه انت ما تعرفيش ولا تتخيلي مدى سعادتي بوجودك النهارده وانت معايا. انا كان نفسي من زمان ان انا اقعد اتكلم معاكي، بس بجد مش شايفه ان غريبه لغايه دلوقتي الرقه والجمال والحلاوه والطعامه والانثى كل ده من غير جواز؟ مش غريبه؟ زي ما تقول كده ان ما لقيتش يعني الانسان اللي انا يعني اللي ارتاح معاه ويبقى كويس وكده يعني. بس طب ايه هي مواصفات الانسان اللي انت ممكن ترتبطي بيه؟ يعني يكون مثقف ويكون غني ويكون محترم ويكون كويس و يعني حاجات كتير، بس اهم حاجه من كل ده ان هو يكون بيحبني وكويس معايا يعني. وعلى فكره انا اتقدم لي ناس كتير، يعني اتقدم لي مهندس دكتور واتقدم لي كمان فنان. يا حيلك كل ده ايه؟ مفيش حد فيهم عجبك؟ زي ما تقول كده مرتحتش. مش عارفه يعني، هو محدش كويس اصلا، مرتحتش مع حد يعني. بس انت عرفت ازاي رقم موبايلي؟ لا ابدا، الكارت بتاعك كان على المكتب وانا اخدته. سهله. عشان كده. تمام. ماشي. بقولك ايه، ما تيجي تقعدي معايا في الكافيه نقعد نرغي ونتكلم مع بعض شويه وخرجك من الجو المقرف اللي انت فيه ده. بس انت اللي هتعزميني. امال طبعا، امال انت هتلاقي حد غيرك برشاتي عليه. يلا. ازيك يا سيد يا سيد. ده بقى يا ستي سيد من ساعه ما اتطلقت وانا باجي الكافيه هنا اهو، اقعد معاه اهو، بيضحكني يفرفشني يبسطني، حاجه كده تخرجني بره مود الكآبه والحزن والاسترس بتاع البنك. تحب تشربوا ايه يا مدام؟ هاتلي قهوه وشيشه تفاح. والاستاذه؟ ممكن تجيب لي كابتشينو. بقول لك ايه يا سيد، اتوسع وعلق على الحجر حلو. دماغي تعبانه. عندنا يا مدام احلى حجر في تاريخ الدخان كله. هو ده. شايفه يا اختي الحب والايام يا سلام، ومع انها كلها يومين 3 وعصافير الحب اللي انت شايفاهم دول شتيمه وخناقات والشباشب بتتحدد بينهم. امال ايه؟ مين؟ أمولة. رفعت يا ابني ازيك؟ وحشني يا ولا، محدش بيشوفك ليه؟ اقعد. ازيك وازاي مراتك؟ مراتي توفت حادثة عربية كانت عندي طريق من 2 سنين. ساعتها ما كانش فترة صعبة جدا، كنت عارفة جات لي كل حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها. أنا عارفة أنت كنت مجنون في حبها.
ما تزعلش، الحقيقه ابقى من ميت. اعرفك بقى برفعت. رفعت ده جارنا القديم وصاحبي وحبيبي الاولاني. اعرفك بنهوله. نهله دي صاحبتي وزميلتي من الشغل. اهلا سعيده. انا اسفه. طيب انا هخش الحمام. هو فين الحمام هنا؟ مشي كده على طول وتلاقي على ايدك اليمين. عن اذنكم. ايه ده؟ ايه الجمال والحلويات دي؟ انت لازم تشوفي لي الموضوع دوت، ما ينفعش كده. بقول لك ايه، دي لسه متطلعه ومش بتاع الكلام ده. طب انا قلت حاجه؟ انا بتكلم في جواز. طب وانا يا رفع، واحنا مش احنا مش ايه؟ ما احنا مع بعض. وانا قصرت معاك. يا اموله مالك يا اموله؟ كاش قلبك اسود كده. النفسانه بتاعت بقى النفسانه ابتدت تظهر عليك اهي. ما تبص بقى. ازيك يا امل؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. انا يا ستي وافقت لك على الطلب اللي انت طلبت مني بتاع العميل الوديعه. اول مره في حياتي اوافق على حاجه زي كده. ربنا يخليك ده عشان ليا. خاطر عيونك، وارجو محدش يعرف خالص بالموضوع ده. اوكي؟ عشان تحققي التارجت بتاعك. وفي كده رحله كده يومين 3 في شرم الشيخ، احب تكوني معايا فيها. عمري في حياتي ما رحت شرم الشيخ. نفسي اعيش بقى يومين كده جمال، مش هلاقي احسن منك طبعا. يبقى سعيد معايا يا وفاء. محمود، وبعدين بقى في ايه؟ اتصلت عليكي كذا مره وانت ما بترديش عليا ليه كده؟ يا محمود، هفضل اعيد الكلام معاك لحد امتى؟ احنا مش قلنا نكون اصدقاء لحد لما ربنا يسهل ونشوف الدنيا هترسي على ايه؟ طب يا هند ناخد اي خطوه ايجابيه، نرتبط ارتباط رسمي. لا مش هينفع يا محمود تقدم لي في الوقت ده. ليه يا هند بس؟ ليه؟ بابا وماما عندهم شروط كتير وانا لسه ما قدرتش افهمك ولا اعرفك يعني. طب قولي لي اعمل ايه عشان تقدري تعرفيني كويس؟ هو احنا لازم نعرف بعض اكتر يعني. تفسحني، تخرجني، توديني كافيه، توديني سينما كده يعني. بس كده؟ حاضر، بس عايزك تفهمي ان محمود بيحبك جدا وعايزك يعني. معلش يا محمود، ماما بعتت لي رساله فكده في حاجه ضروري. هستأذن بس همشي. ماشي؟ طب خليني اوصلك. لا معلش مش باي باي. والله انا زي ما قلت لك كده، انا راجل كويس، عندي برجين و3 محلات، بلم الجرة كل شهر وصايع خالص يعني فاضيلك. بس انا يا رفعت مش هقدر اسيب شغلي. انا لازم اسيب حاجه للاولاد تنفعهم للزمن. طب وانا هأثر معاكي في حاجه؟ الفلوس موجوده ورقبتي سداده، يعني اللي انت عايزاه. انا ما ينفعش اسيب شغلي دلوقتي، وبعدين انا لازم اسيب حاجه للاولاد عشان تنفعهم للزمن. طب وانا قصرت معاكي في حاجه؟ ما الفلوس موجوده اللي انت عايزاه. انت عارف يا رفعت انا مرتبي دلوقتي كام؟ وبعدين انا لسه هترقى. طب ما تترقي في عيش الزوجيه. فيها ايه لما تترقى في عيش الزوجيه؟ هجيب شربات بقى ولا ايه؟
اتكلم مع ماما كلمتين على بعض. يعني مش كده، انا هنفجر كده. انا ما اقدرش ان انا اقاوم الجمال ده كله، يعني مش انا مش هحكي. روح علينا يا عم، داري جمالك علينا شويه. بقول لك يا حبيبتي، كنت عايز 2000 جنيه كده لحد اول الشهر اما الم الايجار من السكان بتوع العماره. بس كده يا حبيبي؟ بس عينيا الاتنين، انت تأمرني امر. بس هو انت مش كنت قلت لي ان احنا هناخد شقه في العماره عندكم؟ ايوه طبعا، في ساكن هيمشي بعد 3 شهور، وطبعا مش ننقل على طول كده، هوضبها لك وافرشها لك احلى فرش جديد. ربنا يخليك ليا، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، وما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ما تقلقيش. هعمل لك كل اللي انت نفسك فيه. طب انت مش قلت لك هاتلي كوبايه ميه؟ بس مش بيت. بس مش بيت. قوم نجرة هاتلي كوبايه ميه. طيب قوم يا بنت نجرة هاتلي كوبايه ميه. ما تقولهاش يا بنت. وانت مالك انت يا لمد؟ هو حد اتكلم معاك ولا وجه لك كلام؟ ما تزعلهاش. اخلص خالص. عيب، اتكلم معايا باحترام. ما تتكلمش معايا كده. صدق انت عيل مش محترم؟ انا محترم غصب عنك. لا انت ما تربيتش، انت ما تربيتش، وانا اعرف ازاي اربيكوا، انت فاهم؟ يا ماما يا ماما يا ماما ماما يا ماما يا ماما يا ماما 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 الحقيقة يا ماما الحقيقة يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا انا اعرفك ازاي تتكلم معايا كده، انا هربيك. اعدل نفسك يا ابن الكلب، انا مش محترم. اتكلم معايا حلو، ها بعد كده اتكلم معايا حلو، اتكلم معايا حلو، ها انا هعرفك ازاي تتكلم معايا بقلة ادب. انت عيال ما تربيتش، وانت كمان ما تربيتيش، انتوا عيال ما تربيتوش، انا اعرف اربيكوا ازاي. يا لهوي يا لهوي، في ايه؟ في ايه يا رفعت؟ في ايه؟ لا يا لا يا رفعت، ابوس ايدك ولادي. لا يا رفعت، رفعت عرفتوا ازاي كده ولا انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. ابوس ايدك يا رفعت، ربيهم. ابوس ايدك. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. فيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. فيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. فيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا ناني، ما انا كنت امي. انت ما عرفتش تربيهم يا